حلقة جديدة من اي نيوز. انا نيمو. اي نيوز هنتكلم على كل الاخبار اللي حوالينا في مصر وبره مصر. تابعونا. مين فينا ما بيحبش الكوتشينه ونقعد نلعب مع بعض الشاي بوكند؟ بس احمد قرر يعمل حاجه مختلفه تماما. قرر ان هو يعمل ماكات للاماكن المشهوره، وكمان عايز يدخل بيها موسوعه جينيس. تعالوا نشوف مع بعض. أنا أحمد حسن رفاعي. بدأت التصميمات بالكوتشينة أو الكارد ستاكينج من حوالي 19 سنين كده. أول حاجة بدأت بيها كانت اللي هي المثلثات دي، اللي هي كانت فكرة triangular shape. دي كانت أول بداية، اللي هي الهرم الصغير ده. بعد كده بابايا جه قال لي على الطريقة اللي هي بتاعت السلندر دي، اللي أنا أطلعها بشكل دايرة شوية. فعملتها وعجبتني جدا، وابتديت ان انا اشتغل عليها مده طويله. بدات ان انا اشوف بقى على الانترنت ايه الافكار بتاعته او ايه الحاجات التانية الجديده، فعرفت ان في طريقه تانية من شخص اسمها براينبرج، الطريقه اللي هي المربعات، اللي هي الطريقه دي والطريقه دي. فدي كانت الاساسيات اللي انا اتعلمت عليها في الاول. بعدين ابتديت ان انا اشتغل على الموضوع ده بحيث ان انا اكبره او اطوله او ازود طوله او اتحكم في الشكل ده، او اللي اسمها جريد، اللي هي تعتبر زي الشبكه. ان هي المربع اللي جوه ده صغير، فبيقدر ان هو يتحمل عليه وزن اكبر، وفي نفس الوقت عشان صغير بيقدر ان انت تشكله زي ما انت عايز، تطلعه شكل دايره، بالطول، بالعرض، مستطيل، يعني زي ما انت عايز. اساسا ان انت كون ان انت تبقى فنان اساسا بصفه عامه في مصر، دي في حد ذاتها مميزه قوي. فانا المجال بتاعي كمان مميز، في المجال المميز عندي ناس كتير. الناس اللي متابعاني من بره مصر، في عندي من بلدان كتير قوي. عندي كمان من بره الوطن العربي كمان، يعني عندي من فرنسا، وعندي من امريكا، وعندي من الحتت دي. احسن كومنت جالي كان ست قالت لي يا رب ابني يكبر يبقى زيك كده. اهلي دايما بيساعدوني. بابا دايما مثلا لما باجي مثلا اطلب منه ان انا عايز كوتشينه زياده، طبعا الحاجات دي بتيجي كتير يعني. ماما برضو نفس الكلام، بس يعني برضو ايه، يعني ماما يعني زي بابا بالظبط، بس مع المحافظات، مع الحاجات بتاعه البيت. هو بيأثر بصراحه على الدراسه، بيأثر على كتير كمان، يعني بحاول دايما ان انا اوزنه. الملهم بتاعي في الموضوع ده هو اسمه كارد ستاكر براينبرج. حقق جينيس فيه كتير، يعني عايز اوصل لجينيس، تمام. عايز احطم رقم قياسي فيها واكون احسن واحد في المجال اللي انا فيه ده. طبعا عشان في ناس كتير جدا بتجيلي في الكومنتس وكده ان ده لزق وان ده فوتوشوب والحاجات دي كلها، فاحنا ممكن نعمل كده يعني تيست بسيط كده على ارض الواقع اهو. السن ده من اهم مميزاته ان الواحد يكون مستقل ومعتمد على نفسه، بس الموضوع ده ساعات بيعمل لنا مشاكل مع اللي حوالينا، بالذات اهلنا. يا ترى انت شايف كده ولا لا؟ انا مستقل بنفسي، ايوه. لما باجي بستقل بنفسي بيعمل لي مشاكل، حتى لو اسهر بره البيت برضه بيعملوا لي مشاكل. يعني لو حاجه الغلط بيعمل لي مشاكل، لكن لو حاجه صح لا خلاص يعملها ماشي. لو في حاجه غلط بتعمل لي مشاكل، انما لو حاجه لا عادي. يعني صراحة بيعمل مشاكل كتير جدا. يعني مثلا الاستقلال المفروض ان انا يبقى ليا حريتي الشخصية، يعني محدش يتدخل فيها. لكن في ناس كتير بتدخل فيها، مثلا اهلي، صحابي، مثلا ان انا ما بذاكرش كتير، ما بخرجش، يعني كده يتأخر الوقت، بعد الدرس نتأخر مع بعض كده. اي اللي انا يعني اعمل حاجة بنفسي، مش اعمل حاجة هو حد يعملها لي. بيعمل مشاكل عشان لو عملت حاجه غلط بابايا بيزعق لي وبيقول لي ما تعمليش الحاجات دي. انا اعتمد على نفسي في حاجات كتيره من غير حد ما يوجهني، بس انا اكون شايفها صح. تعرف ايه عن كلمة مثقف؟ وشايف نفسك شخص مثقف ولا لا؟ مثقف يعني بيقرا كتير، عنده معلومات، بيحب يشوف، يستطلع على حاجه كده. مش شايفه نفسي مثقفه قوي. مثقف يعني راجل بيقرا وعارف وبيقرا جرايد وكده يعني. لا مش شايف نفسي مثقف. واحد بيقرأ كتب وبيجتهد وبيعمل ومتعلم وكل حاجة. لسه مش مثقف عشان صغير. كلمه مثقف ده انسان دارس وبيطلع في كتب مثلا كتيره، عارف حاجات اكتر من اي حد مثلا. مش شايفه نفسي مثقفه، يعني شايفه نفسي انسان عادي، يعني عادي. كلمه مثقف اعرف عنها اللي هو يعني فاهم يعني السياسات كتير. انا مثقف في الكوره بس. مثقف يعني عنده معلومات عامة. مثقف يعني بيقرا كتب كتير، بعرف معلومات. انا شايفة نفسي مثقفة شوية. مثقف يعني راجل حضاري بيحب يقرا جرانين. شركة سوني اعلنت ان هي هتوقف انتاج بلاي ستيشن 3 لان اي جهاز عندها بيستمر انتاجه لمدة 10 سنين بس.
الأمم المتحدة قالت في إحصائية أخيرة إن شعوب فلسطين وليبيا والعراق والصومال أكتر سعادة من الشعب المصري، مع إن السعادة قرار وإحنا كمان نقدر نبقى سعداء. تعالوا دلوقتي نشوف مع بعض معانا إيه الفقرة اللي جاية ونرجع تاني. أنا علاء الجميل، لاعب كونغ فو بقالي 3 سنين. هي لعبة جميلة جدا وبتعلمني وعلمتني إزاي أدافع عن نفسي. هي بتعلم إزاي الفنون القتالية، لعبة الكونغ فو هي لعبة رائعة، بتعلم إزاي الدفاع عن النفس. الحمد لله أنا أخد أول جمهورية فيها، واخد منها الميدالية الذهبية هيت، وديت في بطولة تانية، وديت شهادات التقدير اللي أنا أخدها من كل البطولات. أنا بنصح كل الشباب تلعب اللعبة ديت، هي لعبة جميلة جدا، والفضل كله يرجع للكابتن أحمد الصبروت. السلام عليكم ورحمة الله. وكده النهارده خلصت حلقتنا من اي نيوز، يا رب تكون عجبتكم، وهنستناكم تتابعونا على الفيسبوك، ودايما عايزين نشوف رايكم. باي باي.